الموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين عند البلاء والغفارين الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقريب بالعدل ورحمة فمن كتب ذلك ولكم بالقصاص حياة يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه عليه إن الله سميع عليم ومن خاف من موسى جنفا كتب عليكم الصيام كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فخير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى داعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كحدود الله ولا تقربوا ذلك وإن الله يأتي أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يسألونك عن العلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تأتوا البيوت من أبوابها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا فيه فيقاتلوا وأنتم ذلك إذا فإن الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مستقيم وانفقوا في سبيل الله وقاتلوا بايديكم الاسد والكافرون ان الله يحب المسلمين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن يبلغ حاضر المسجد الحرام أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا لخير يعلم الله وتزودوا وإن خير الناس واتقوا فيها ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وإذا تولى سعى في أهل ليحسن فيها ويهلك الأسى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والجهل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقولون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الرحمن والملائكة وقضي الأمر إلى الله كبني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن ينزل نعمة الله فلما جاءوا فإن الله يزيد كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين كفروا يوم القيامة ولا يتلو من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما رأوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ألا يعلم
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك عبد الأمان من دنيا ولا ولد ولا عذاب النار فيها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأنتم خالقوا إخوانكم حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ولا يدعون إلى الجنة والنبي يدعون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وأن تبروا وتتقوا وتجروا في الناس والله سميع عليم يعظكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبتم غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم ربصوا على والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله وكيل حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما تجد حدود الله ولا تتبعوا من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من كتاب ورحمة عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء
أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطهر وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها فآتوا الله والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أحلمتم في أنفسكم علم الله أنكم تجدونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع والمسر وعلى المقتر والمسر متاعا بالمعروف حقا المسلمين. طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تفوقوا النساء ولا تتخذن بينكم العداوة بما تعملون بصير. على الصلوات والصلاة والسلام وقولوا لله وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم رسولا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والتعظيم وإن تطلقا متاع بالمعروف حقا متويل يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ظروف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ما يعلم لا يجوز على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فما كتب علينا القتال تولوا إلا قليلا من الله عليم بالظالمين. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى عليكم الزيت والزيت ولا يقيم القوم
التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآية من الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آيات الله يتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. إذا كنت فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اعترفوا وأخروا ما كفر ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وجاء كرسي السماوات والأرض ولا يموت حفظهما قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ورسوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس في الغيبة بهذه الغيبة ويت الذي كفر الله لا يأتي قوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف نرجعها وننزلها لها ولما تبين له أنها كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ما يأتينك الذين ينفقون أموالهم في
سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا معروف ومغفرة خير من صدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتذكر لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأصابه ذلك أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إخبار فيها وذلك لبين لهم الآيات لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه وأنتم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ومن يتق فلا تؤذي غير نبي وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر وما للظالمين من بالصدقات ونعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقون من خير فلأنفسكم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفوا بسيماهم لا يسألون الناس وما تنفقون وإن الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يدعون أن يتابعون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
ونظرة العبادات وأن تذكروا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالأجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يباع كاتب ولا شهيد وإن تولوا فإنه مسؤول بما تولى ويعلمكم الله والله بكل شيء وإن كنتم مريضا ولم تجدوا كاتبا فرور مقبولة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وميتما وإنه آثم بما تفعلون ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أفرغتم بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن بآيات الله ولا تجديد ولا عزيز والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا لا تزغ قلوبنا أنت إذا جئتنا وأنتنا بذكرك رحمة إنك أنت الوهاب إنك تابع النار يوم لا يبكي لنا لا يخلف الميعاد. الذين كفروا لن تغني
ولا فرعون والذين من قبله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بالذنوب والله شديد فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويزداد مطهرة والبحر كالله والله بصير بها ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والراشدين والمقسطين والمستغفرين بالأسحار وأنه لا إله إلا هو والملائكة إن الدين عند الله الإسلام ومغفرة الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا إن الذين يقولون بآيات الله ويقتلون النبيين الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وعدوا في دين ما كانوا يفترون وكيف إذا جمعنا يوم ليلة يوم يأمرون بالمعروف اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتدعو من تشاء بغير لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله إلا أخذهم من ضوء ويأتيكم لا نسوا إلى الله المسير وينظروا ما في صدوركم يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويعترفهم الله من رسول الله وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أريدها ذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها يا مريم أنى لك هذا قالت ومن الله وما يكون يدعو نادت الملائكة يا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو غائب يصلي بالمرام أن الله يبشرك به بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ورسولا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد سبقني الكبر وامرأتي عاقر وقال كذلك الله يقبل ما يشاء رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا نفسا واذكر ربك كثيرا وسبح بالأجير الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وسماك على نساء العالمين مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه إذ يلقون اللهم من يحب مريم ما كنت لديه قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكذا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن الله يقول وتعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الدين كهية الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأخبر ما أخذ الكافرين ونبلغ بما تقولون وما تتغلوا في قلوبكم التي لا إله وأنتم مؤمنين مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتم بآية من ربكم فتولوا وأحسنوا إن الله ربي ولكم فكتب على ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله وعلى الحواري الرحم قال ما يأمنا بالله وجدنا ما مسلمون ربنا آمنا بالله واتبعنا الرسول وصنع مع الشاهدين ومكر الله والله غير الماكرين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يا يوم ويا مجرم يا مجرم ما كنت به تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبوا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة لهم من مغفرة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم نجولا والله لا يحب الظالمين نتلو عليك من الآيات ذكر حكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلئين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نقل أبناءنا وأبناءكم ونسأل
نساءنا ونساء وأنفسنا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده فيما لكم به علم فإن تحاجون فيما ليس لكم به علم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما وما كان من المشركين يدعو الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمنين الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون وقالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أولي على الذي آمنوا وجعلنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي أو يهاجوكم عند ربكم وإن كل شيء فيما يشاء الله واسع عليم برحمته من يشاء ومن الكتاب من تأمن بقنطار يؤدي إليك ومنهم من تأمن بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه غائما ذلك بأنهم لا يريد علينا بعلمه يستجيب ويقولون لا يؤمنون فلو كان يهدي والدوام فإن الله يأمر بالتقوى إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم بالآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة لا يزكيهم ولا عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وهو من عند الله ويقولون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا متقين بما كنتم تتقون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر فإذا هم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم ونصر بين
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسولهم وجاءوا بالبينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن علينا يقبل من أحدهم ومن دخله كان آمنا ولله حج البيت والبيت سبيل ما كفر بين لما تكون آيات الله ولا شيء ما تنهرون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ما تكون آمنوا أن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب يدلون عليهم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ومن يكذب بالله فقد جاء صراط المستقيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعهد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأخرجكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم فمثل الإيمان